عارفة الناس الفرحانة ممكن تاكل أو تتفرج على التلفزيون أو حتى ممكن ترقص، بس عمرك تخيلت نفسك إن أنت ترقص من غير ما تتوقف عن الرقص أبدا، لدرجة إن أنت تموت من كتر الرقص؟ أهو ده اللي حصل مع سكان مدينة ستراسبورغ في شرق فرنسا، ماتوا من كتر الرقص. أهلا بيكم في أصل الحكاية. في عام 1518 في يوم عادي زي بقية الأيام، فجأة كده واحدة اسمها فراو تورفينا فضلت ترقص. السكان افتكروا إن هي واحدة فرحانة والموضوع هيخلص وخلاص وهيعدي. الغريب بقى إن الست تورفينا دي قعدت ترقص 6 أيام متواصلة. والله زي ما بقولك كده قعدت ترقص 6 أيام متواصلة. الغريب إن انضم ليها 35 شخص بدأوا يرقصوا معاها. الفكرة مش في كده خالص، الفكرة إن المدينة كلها بأكملها بدأت ترقص، واستمر الموضوع لمدة شهر كامل أو أكتر. في منهم طبعا اللي ماتوا بسكتات دماغية وقلبية، وسجل التاريخ عدة حالات كتير في أوروبا. ممكن يكون الموضوع بالنسبة لك أسطورة، لكن الحدث الغريب ده موثق في التاريخ في القرن ال16، وكمان مش الغريب من نوعه، ده ظهر منه حالات في سويسرا وألمانيا وهولندا كمان. لكن الحدث اللي حصل في عام 1518 كان الأبشع والأفظع. ليه هما بيعملوا كده؟ وإيه اللي خلاهم؟ سؤال حير الكثير على مر العصور، ولحد دلوقتي ما عرفناش السبب. اعتقد الأطباء إن السبب هو زيادة الدم الحار في أجسام الناس دي، ونصحوا بإقامة القاعات والمسارح علشان الناس دي ترقص، واعتقدوا إن كده هيخفف الموضوع. لكن على مين كان غيرهم أشطر؟ قال القديس فيتوس وهو قديس كاثوليكي في القرن ال16 إن الوباء ده لعنة أصابت المدينة كلها، خصوصا مع وجود الأوبئة والمجاعات اللي انتشرت في الفترة دي. ظهرت نظرية بتفسر أمر الرقص ده على أساس إن هي ضمن طقوس أعضاء فرقة دينية معينة، لكن الناس وهي بترقص ما كانش شكلها مرتاح. ونظرية تانية يقولك إن ده نتيجة تسمم على العيش، لكن الفكرة دي ما كانتش منطقية خالص. الموضوع ده شغل ناس كتير جدا من أطباء وحكماء ورجال الدولة، قعدوا كتير جدا عشان يفسروا النظرية دي، قعدوا كتير عشان يفسروا الظاهرة دي. الحالة دي شخصت بالوباء الراقص أو الطاعون الراقص، وتم تسجيل العديد من الحالات الهوس الراقص في ألمانيا وهولندا، و20 حالة ما بين عام 1200 و 1600، وكانت آخرها في جزيرة مدغشقر عام 1863. وفضل الطاعون الراقص لغز محير لأكبر العقول الطبية والعلمية. تفتكروا ممكن نوصل في يوم من الأيام لحل اللغز ده؟ بس كده يا سيدي، لو عجبك الفيديو لايك وشير وانت معدي مع أصحابك. ربنا يعافينا من أي بلاء. كانت معاكم زينب مصطفى من أصل الحكاية. سلام.